السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. استاذ عبد الله فلاح. طبعا يوم حزين للكرة السعودية، يا ماشي في درب الزلق ما تيمن الطيحة. انت اصلا واضح انه منتخبك ماشي بالبركة في كافة المباريات الماضية، وانت عندك اتحاد لا يملك قرار ولا يصنع قرار، ودائما وابدا انا استلهم من كلامك يا بدر انه لا للمسكنات، لا للحلول التقليدية، لا للحلول الكلاسيكية، يجب انه يكون في حل غير عادي عشان يعيد هيبة الكرة السعودية. والقرار بيد مين اذا كان مو بيد الاتحاد؟ انا ماني شايف الاتحاد ده، انت شفت منه قرار ايجابي يصدر؟ وشايف منه حاجة؟ ولا اني شايف ولا شيء، كله كده مع فكل اسف يعني بكل اسف يجب انه يكون بالفعل تكون في وقفه. انا لما اتابع الشوط الاول المنتخب الاردني تارك لك الملعب وبيلعب على اخطائك، وانت قاعد تسيطر سيطره سلبيه. مليون مره هنا الحديث مصعب الجوير، الزملاء الفنيين عماد والعنقري وكلنا جميعا، مصعب الجوير لاعب ممكن يقدم لك تمريرات ذهبيه في ارض الملعب، حتى لو ما بدا تبو من شفت طريقه اللعب في الشوط الاول تقحمه في ارض الملعب عشان يديك التمريرات. شفناه يمرر لصالح الشيري فاقد حساسيه، تغييراتك خاطئه، انت خروجك للبريكان يعني قدمت خسارتها لا ما تخرج البريكان ودخلت اللاعب، والحمدان شاركته هذا لاعب بعيد، صالح الشهري فاقد للحساسيه، تغييراتك اليوم اقتنعت انه بوشل سحبته وجبت ابو الشامات في اخر مباراه، وبوشل لا يلام لانه لا يلام المرء بعد اجتهاده، مش اللاعب اللي هو قاعد انت تراهن عليه طوال الفتره الماضيه. يعني انت تتابع المنتخب كل المباريات اخطاء للمدرب، هو يفوز هو ينتصر هو غير مقنع، فالخساره وارده في كل الاحوال، لكن انت كان عندك يعني لا تبالغ في قوه المنتخب الاردني. مبروك للاشقاء في الاردن واتمنى لهم التوفيق مع الاخوان في المغرب. اليوم مدرب مغربي، هذه المغرب اللي كنت تدربها انت وحققت معها الانجاز 2019 على ما اعتقد يا ريناد، اليوم درسك كيف التدريب، ترك لك الملعب وترك لك استنزفك في الشوط الاول، خلاك تلعب السيطره السلبيه دي اللي انا ما احبها نهائيا، وجاك في الشوط الثاني اجهز عليك واخطائك وارده، والعرضيه دي سلام تدخل في المنتخب على طول. الكرات العرضيه مشكله ازليه في المنتخب، لم يجد لها المدرب حل ولا توجد لها اي حلول، اخطاء بالجمله من بدايه البطوله. المدرب من بدايه البطوله هو يسجل الخطا تلو الاخر لحد ما جات الطامه الكبرى اليوم باخطاء المتتاليه، اخطا في التشكيل الاساسي، اخطا في التغييرات، خروج اللاعبين ودخول بعض اللاعبين، سلم المباراه في نهايتها وقدم خسارتها بكل اسف. وانا حسب معرفتي باتحاد الكره ليس صاحب قرار ولا انه يقيل ريناد، هذا ريناد اللي راح يسوق نفسه، لا احد يبرر لي سفرته لامريكا، لا راح يسوق نفسه هناك عشان لما يقول المنتخب السعودي تيجي الكاميرات عليه، لما نحن نشيله تيجي تنهال العقود عليه. دي ناس تفكر للشغل، تفكر للبزنس، تفكر للفلوس، والله ما هي فارقه معاه تشيله ولا تخليه. انا لما اشوفه بدا الشكل باللا منطق اللي هو عايشه والتدريبات واللا واقعيه اللي انا اشوفها في ارض الملعب، لا تشكيله، لا تغييرات، لا تعامل مع المباريات، لا حضور حتى مباريات يتركها ويسافر الى اخره، يتحمل اتحاد الكره ويتحمل اتحاد الكره انه ضعيف امام المدرب ده من قبل ما نشين يمتلك المنتخب. اتحاد الكره يجب انه يتحمل بمسؤولياته ويكون اتحاد الكره يا استاذ ياسر المسعد، اتحاد الكره يجب انه يكون صاحب قرار. والله اني حزين على الجماهير السعوديه، الا ملت الدوحه وملت سوق واقف، افراح وهازيج والى اخره، وفي النهايه منتخب متواضع الامكانيات، منتخب لا يمثل الكره السعوديه. انا ترى ما الوم اللاعبين، اللاعب ما لعب نفسه، المدرب كان يفترض عنده منظومه تقدم افضل من كده، كان عنده منظومه تقدر تفوز على المنتخب الاردني. انا ما اشوف في شيء مخيف الصراحه، باحترامي وتقديري للكره الاردنيه وتطورها، كان بالامكان المنتخب السعودي انه يفوز لو لعب بالادوات الافضل في ارض الملعب. ترى كان الفوز متاح، ما اقول سهل لكن كان متاح ومتاح جدا.